تعالي هنا رايحة فين؟ لو فاكرة انك عملتي كل وصفات العيد تبقي غلطان. هعمل معاكي النهاردة اللسان بثلاث طرق، التلاتة احلى من بعض. رحت عند الجزار وجبت اطول لسان من لغلوغه. غسلته كويس جدا ونضفته ونقعته في محلول نقع كويس لحد ما بقى زي الفل. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. واول حاجة هنعملها حلة على النار فيها مية بتغلي. هنزل فيها ببصلاية، طماطماية، ورق لورا، حبهان، قرنفل، كل المطيبات اللي بتحبيها. وهنزل باللسان بتاعي وهغطي وهسيبه لحد ما يتسلق. اخد معايا ساعتين اتنين بالظبط. لو اللسان بتاعك صغير يعني سنا صغير هيقعد معاكي ساعتين، لو سنا اكبر هيقعد معاكي 3 ساعات. بس انا اللسان بتاعي كان سنا صغير فاخد معايا ساعتين اتنين بالظبط. هاخد بقى اللسان ده كده واقشره من كل الشوائب اللي موجوده عليه. اهم حاجه تحاولوا تقشري القشره دي واللسان لسه سخن. هو معلش بيكون سخن شويه بس القشره تطلع معاكي بكل سهوله، بس في حاله وهو سخن. انا قشرت اللسان بتاعي كله وبقى معايا بالشكل ده كده تمام. زي ما قلت لكم ده اطول لسان كان موجود عند الجزار، جبته كده من لغلوغه. همسك بقى اللسان بتاعي واقطعه شرايح بالشكل ده كده. شايفه طبعا سمك الشريحه هيرجع لك. ريحته تحفه. شايفه دايب مستوي خطير. حابه بقى الشرايح ارفع من كده تمام. انا قطعت اللسان بتاعي كله شرايح بالشكل ده كده. بعد ما تقطعي بقى اللسان بتاعك شرايح تعالي ندخل على اول طريقه. معلقه من السمنه البلدي تسخن كده ونقوم نازلين بشرايح اللسان بتاعنا. ودي الطريقه العاديه خالص اللي معظم امهاتنا بتحبها. نحمره بعد ما نسلقه في معلقه من السمنه البلدي، رشه ملح ورشه فلفل اسمر، وبكده اللسان بتاعنا بقى جاهز. وكده معانا اول طريقه. زي ما قلت لكم هنعمله النهارده بثلاث طرق مختلفين عن بعض، بس الثلاثه بجد احلى من بعض. رشة ملح، رشة فلفل أسمر. أخد معايا لون حلو كده من جميع الجوانب اللسان بتاعي. وطبق بقى حلو كده مجهزة عليه شوية خضرة. ورص اللسان بتاعك فيه. أحلى ريحة وأحلى طريقة بصراحة للسان تحفة. الطريقة دي على قد ما هي بسيطة بس بجد جميل قوي يا بنات. معلقه من السمنه البلدي حمرناه فيها رشه ملح ورشه فلفل اسمر. ارفعي بقى الكلام الحلو ده كده على طبق محطوط عليه شويه خضره. وندخل على الطريقه التانيه وفي نفس الطاسه. هنزل عندي ببصلايه متوسطه متقطعه جوليان. هقلب البصلايه دي كده لحد ما تاخد معايا اللون الاحمر الحلو زي ما انتم شايفين كده. هنزل عندي بقى باي خضار موجود عندك. انا نزلت عندي بقرن فلفل احمر واخضر واصفر، مش متاح عندك الوان تمام انزلي بالمتاح عندك. واتنين قرن فلفل حامي ودول اختياري. رشه ملح وفلفل اسمر وشويه بهارات مشكله او شويه من بهارات اللحم. ومعلقه كبيره كده من الصلصه او عصير الطماطم الفريش الموجود عندك. انا ما كانش عندي بصراحه عصير طماطم فريش بس كان متاح عندي صلصه. نزلت بمعلقه كبيره وعلى نص كوبايه من الميه وقلبت الكلام الحلو ده كده. وسبته يغلي مع بعضه. يعني متهيالي كده بتاع 30 ثانيه مش اكتر، ما كملش دقيقه. غلي معايا صينيه بايركس بقى او طاجن او اي صينيه متاحه عندك. وهنزل بالكلام الحلو ده كده على اللسان بتاعنا. انا قطعته شرايح بس قسمته طبعا على قد الثلاث وصفات اللي هنعملهم مع بعض. ودي تاني وصفه معانا. الفرن بتاعك سخن هتدخليه من 10 دقائق لربع ساعه تحت الشوايه. ياخد لون حلو كده وبعد كده تطلعيه. هي كل حاجه معانا مستويه. يدوب بس عاوزينه ياخد ود مع الخضار بتاعنا وكمان ياخد لون حلو. تحت الشوايه كده لمده ربع ساعه الفرن بتاعك سخن. اخر وصفه معانا بقى ودي العشق ودي اللي في القلب والولاد عندي بيحبوها. ولو ولادك ما بيحبوش اللسان اعملهم بالطريقه دي صدقيني لا هيعرفوا ان هو لسان. وهيقول لك يا ماما اعملها لنا على طول. خدت كده كام شريحه من اللسان بتاعنا وفرمتها بالسكينه بالشكل ده كده. فرم كويس جدا زي ما انت شايفه كده. اي عيش موجود عندك. انا استخدمت النهارده معايا العيش الشامي ده كده. وهاخد بقى شويه كده من اللحمه اللي احنا قطعناها هحطها في نص الرغيف بالشكل ده كده. ورشه من الجبنه الموتزاريلا ومتهيألي ما فيش حد من ولادنا ما بيحبش الجبنه الموتزاريلا. وهطبقه على بعضه بالشكل ده كده. انا عملت 3 ارغفه بالمنظر ده. عندك الجهاز ده تمام، ما عندكيش الجهاز ده طاسه ودهنيها مسحه من الزيت. وانزلي بالعيش بتاعك حمصيه. انا طبعا كل حاجه مستويه دوب عاوزه بس الجبنه تسيح معايا والعيش يتحمص. لو ما عندكيش الجهاز ده ما فيش مشكله، طاسه بمسحه زيت وهتقضي الغرض والدنيا هتبقى تمام. انا حمصته معايا واخد معايا لون القمر اللي انتوا شايفينه ده كده. وكده التالت وصفه بقت معانا جاهزه. تعالوا بقى نشوف الوصفات بتاعتنا النهارده شكلها عامل ازاي. ده كده طاجن لسان بالخضار في حته تانية، ريحته جميله، اللحمه دايبه تحفه. كمان اللي متحمر بقى بملح وفلفل ده وسمنه بلدي خطير. اللي بالجبنه الموتزاريلا بقى ده العشق. تحفه. مستناكم بقى تقولوا لي انهي وصفه عجبتكم اكتر ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وقبل اي حاجه ما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. من اجمل الطرق اللي ممكن تجربيها للسان، 3 طرق مختلفين عن بعض بس التلاتة احلى من بعض. في حته تانية خالص. شفت لو انت في حته لوحدك الساندوتش ده بجد في حته لوحده. خطير.